صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف في الفيديو ده. معكم مونيكا حسين من قناة اقرأ مع مونيكا. النهاردة هنكمل مع بعض كتاب نظرية الفستق، دي الحلقة رقم 22. يلا بينا نبدأ مع بعض بدون كلام كتير. عنوان: تعرف ايه عن المنطق؟ في مسرحية مدرسة المشاغبين تسأل الأبلة عفت مرسي الزناتي تعرف ايه عن المنطق، وبسبب تكررها للسؤال لا يجد غير القول: اعرف ان الواحد لما يضرب واحد على دماغه يقع وما يحطش منطق. ورغم انه تعريف كوميدي بعيدا عن الحقيقة، الا انني كلما سمعته اتذكر ضرورة تدريس المنطق لابنائنا في المدارس. فالمنطق كما عرفوا القدماء آلة قانونية تعصم الذهن من الخطأ، او هو ببساطة تعريفه مبادئ تمنعنا عن التفكير بطريقة خاطئة، أو أسلوب في التفكير يقودنا للصواب ويبعدنا عن الاستنتاج الخاطئ. وبالتالي المنطق في نظري ليس علما أو منهجا أيديولوجيا، بل طريقة في التفكير وأسلوب مشترك في التحليل والحكم الصحيح. فالإنسان بطبيعته كائن مفكر يفعل ذلك حتى أثناء نومه واستحمامه وقيادته للسيارة، ولكنه يفكر أحيانا بطريقة مشوهة أو خاطئة. والمشكلة الأكبر إنه لا يعرف ذلك، فكل امرئ رضى بعقله ويعتقد أن من يختلف معه هو من يفكر بطريقة خاطئة، وبناء عليه يفترض أن يتفق الجميع على وجود قواعد ومبادئ تحكم على الأشياء وتنتقد الآراء بطريقة لا يختلف عليها اثنان، من خلال ما أصبح يعرف بالمنطق. وكان الفيلسوف الإغريقي أرسطو أول من وضع مبادئ المنطق من خلال معرفة برسائل أورغانون، ومن أبرزها قانون الذاتية، عدم التناقض والوسط الممتنع. ولأنه أول من أخبرنا بالطريقة الصحيحة للبحث والحكم على الأشياء، دعا بالمعلم الأول، في حين دعا أبو نصر الفارابي المعلم الثاني، كونه أول من حاول نشر التفكير المنطقي في العالم الإسلامي. على أي حال، الناس يفكرون بطرق مختلفة قد تبتعد أو تقترب من المنطق ذاته. أنا شخصيا أستعمل كثيرا في مقالاتي كلمات مثل منطقي وبديهي وواقعي كدليل على رفضي للادعاءات والمبالغات وميلي للتحكيم العقل والمنطق والواقع. لا أرتاح لمناقشة من يتجاوز البديهيات والمسلمات والوقائع ويحتكم إلى ادعاءات ومبالغات واستثناءات تنتهي باستنتاجات بعيدة عن الحقيقة. تعرفت بفضل زوجتي الطبيبة على ما يعرف في الوسط الطبي بالطب المعتمد على البرهان، وهو ليس تخصصا طبيا بل التزاما شخصيا من الطبيب بمتابعة آخر المستجدات والبراهين والدراسات في مجال تخصصه. فالطب علم سريع التقدم لا يترك مجالا للظن والتخمين وما يدرس في الجامعات منذ سنوات، وإلا سيصبح كالطبيب الشعبي الذي يشخص حالتك اعتمادا على الظن والتخمين وما سمعه من والده أو جده قبل نصف قرن. والحقيقة هي أن الباحثين حول العالم يعملون اليوم من خلال قواعد منطقية تقودهم لنتائج غير مزيفة تدعى منهج البحث العلمي، منهج مشترك يعتمد على التجربة والرصد والتوثيق، بحيث يمكن لعالم في ألمانيا أن يتهم نظيره في كوريا بأنه لم يتقيد بالمنهج العلمي في بحثه الأخير. ونحن بدورنا يجب أن نعي أهمية التفكير المنطقي في أنفسنا ونعلمه لأولادنا وأطفالنا وندرسه في مدارسنا كمنهج نزيه ومحايد في التفكير والنقد والتحليل. يجب أن نفعل ذلك إن أردنا منهم التفكير بطريقة صحيحة ونقد الأشياء بطريقة مجردة والحكم عليها بطريقة محايدة. تدريس المنطق أصبح اليوم ضرورة وأكثر أهمية من تدريس مناهج ضيقة ومقولبة يكتشف الطالب محدوديتها لاحقا، فيصبح لا ثقافة اكتسب ولا طريقة في التفكير تعلم. النظرية باختصار شديد جدا
رغم ان الانسان مخلوق مفكر الا انه غالبا ما يفعل ذلك بطريقة خاطئة. المنطق طريقة في التفكير تنظر للوقائع والنتائج وتتجاهل التحيز وتأثير الثقافة والميول. تدريس المنطق أكثر أهمية من تدريس مناهج مقولبة يعتقد أصحابها إنها معرفة مكتملة. وبس كده، احنا كده خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، علشان عايزين نوصل في أقرب وقت ممكن ل 500 سبسكرايبر. وشاركونا في قسم التعليقات ايه اكتر حاجة عجبتكم في العنوان، وهل متفقين مع الكاتب ولا لأ. وبس كده، كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. لو لسه بتشوفوا الفيديو لغاية اللحظة دي فشكرا جدا ان انتوا بتتفرجوا للآخر. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.